وفي القرن ال19 الفانوس اتحول لمنتج شعبي بالكامل وارتبط بأغاني رمضان زي وحوي يا وحوي اللي بعض الباحثين بيرجعوا أصلها للعصر الفرعوني، ربطوها بالكلمة الهيروغليفية إيوحى اللي معناها القمر. يعني الفانوس ده مش بس قطعة معدن، ده مشروع هوية مصرية متنقل. الرمز اللي بدأ كجزء من بروتوكول استقبال رسمي بقى لعبة طفل بيخبط بيها خوف دماغه، وده درس مهم جدا. أي حاجة السلطة تستخدمها عشان تلمع صورتها الشعب ممكن يحولها لذكرى جميلة أو نكتة. خلونا نكون صراحة مع بعض، الفانوس بدأ كأداة سلطة، ينور طريق الخليفة، ينظم حركات الناس، يعكس هيبة الدولة، وبعدين اتحول لرمز فرحة شعبية. وده يورينا حاجة مهمة جدا، أحيانا السلطة بتخلق طقس والناس بتحوله لذكرى، زي حاجات كتير في تاريخنا تبدأ بقرار فوق وتنتهي بعادة تحت. الفانوس بقى ملك الطفل مش الخليفة، بقى ملك الحارة مش القصر، وده في حد ذاته تطور اجتماعي مهم. الرمز لما يتحرر من السياسة يعيش أطول.